حاجات بسيطة جدا، بس لو ما خدتيش بالك منها هتقعي في مشكلة في الاخر بعد ما تخلصي شغلك كله، وتيجي وانت بتغلفي البوكس بتاعك تلاقي في مشكلة وقفت قدامك. سواء بقى منهم المشكلة ان انت وانت بتقفلي البوكس مش عايز يتقفل لان ارتفاع الكيك عالي شوية، سواء بعد ما تشتغلي على الكيك وخلاص حطيتيه على البوكس واشتغلتي عليه تيجي تحطي بقية شغلك على البوكس تلاقي مفيش مساحة اصلا ليه، لان انت ما ظبطتيش الاول المكان. تعالوا ان شاء الله النهاردة اقول لكم تتعاملوا معاه ازاي، واقولك ازاي تتجنبي الاخطاء اللي انا قلتها في البداية. تعالوا كده معايا في الاول واحنا شغالين اعرفكم على مقاس البورد اللي انا شغالة عليه. ده مقاس 30 في 40، ومقاس الكيك مقاس 16. ده اقصى حاجة تحطيها عندك في البوكس، يعني ما ينفعش تاخدي اوردر اكبر من كده للبوكس. البوكس ليه حدود، يبدأ معاكي من 12 ل 14 ل 16، ما ينفعش تحطي فيه مقاس 18. تمام كده. وانت شغالة على الكيك لازم يكون 4 طبقات فقط، ما ينفعش يكون 5. لو 5 وانت شغالة عليه لما تيجي تقفلي البوكس في النهاية هتلاقي البوكس بتاعك ما بيتقفلش. فلازم تبقي وانت شغالة عاملة الاول نسبة وتناسب، اشوف انا نفسي هشتغل على مساحة قد ايه عشان لما اجي ادخلها البوكس هل هي هتقفل معايا ولا لا. تاني حاجة بالنسبة للطباعة والمقاسات ايه اللي تطلع مظبوطة معاكي. انت كلسه مبتدئه تقدري ان انت تطبعي على طول مقاسين، تشوفي انهي المقاس اللي هيناسبك وتحطيه على الكيك. دي حاجه بعد كده هتتعودي وتعرفي ان انت المقاس بتاع الكيك ده بياخد مقاس كذا. طيب انا بقى هقولك المقاسات اللي انا استخدمتها على طول. بالنسبه للتقويم او التاريخ ده مقاس 15 في 10 ومساحته زي ما انتم شايفينها على البورد. بالنسبه للكيو ار او الباركود دي ده مقاسه 10 في 10 وزي ما انتم شايفين برضو مساحته على كيك 16 عامله ازاي. طيب بالنسبه انا بطبعهم فين، انا بطبعهم في مطبعه على ورق كوشيه. طب انت لو مش جنبيكي مطبعه بتطبع على ورق كوشيه تقدري تسالي على ورق الجلوسي، لو مش متوفر تقدري تطبعي على ورق عادي خالص بس تكون الطباعه الوان، وتعزلي الورقه ديت بستيكر شفاف، لزق شفاف من العريض من فوق ومن تحت كده، انت ضمنتي ان هي مش هتتبل خالص من السوائل الموجوده في الكريمه. بالنسبه للورد بنستخدمه نفس لون الكيك، ما ينفعش استخدم الكيك عندي بينك واحط لها لون احمر. ونفس الكلام في الكتابه، لازم يكون عندي تنسيق في الالوان. بالنسبة لعجينة السكر بتلزقيها ازاي على البورد، بتبلي او بتمسحي البورد المكان اللي انت هتكتبي عليه بعجينة السكر بفرشة كده بحاجة بسيطة من المية، او تحطي جيلو شفاف تحتيها عشان تمسك معاكي وما تتحركش وهي رايحة للعميل. وبعد كده حطيت عندي الفراشات، وزي ما انتم شايفين الكيكة بتاعتنا ما شاء الله حلوة جدا مع تناسق الالوان. بالنسبة للكيو ار مش انا اللي بعمله، العميلة بتبعتهولي انا بطبعه لها فقط لا غير. بالنسبة للتقويم انا بنزله من على بنترست، بنزل طبعا على حسب لون الكيك اللي انا هشتغل عليه. ما ينفعش برضو انزل لون مختلف، لازم برضو يكون في تناسق في الالوان. وبعد كده حطيت عندي على الكيك الفراشات واللولي الابيض عشان انطق معايا الكيك. وخلاص كده الكيك يعتبر اتفنشت معايا. ده كان شكلها، يا رب يكون عجبكم فيديو النهارده، ولو عجبكم ما تنسونيش بقى تقولي لي رايكم في التعليقات، وكمان قولوا لي ايه المواقف اللي بتقفوا فيها وانتوا بتعملوا الكيك او الترند بتاع البوكس عشان غيركم يستفاد. وهستنى رايكم تحت في التعليقات. اشوفكم في اوردر جديد وفيديو جديد. باي باي.